كده بنشوف لوسي وهي بتشتغل في كوافير لتصفيف الشعر، وبتدخل اول زبونة ليها وبتوريها تسريحة معينة وبتطلب منها انها تعمل لها زيها. فبتبدأ لوسي انها تحضر الصبغة وبتتفاجئ انها حطت صبغة اكتر من اللازم، وده بيخلي شعرها ينهار ويبدأ يقع بالكامل، وبالغلط بتعمل مشكلة في الكهرباء فبتتسبب في حريق. فبتستغل لوسي الفرصة وبتهرب من المكان. وبعدها بنشوف ماكسيم وهو بيفرج فالنتينا اخر اختراعاته، واللي بيكون عبارة عن سلاح بيحول اي شخص لصرصار وبيكون تابع ليه، وبيقول لها انه هيخطف جونيور ابن جرو هيحوله لصرصار، وبيوريها الصرصار الآلي اللي هيستخدمه في البحث عن جرو. وفجأة بيخرج الآلي من الارض وبيبدأ يدمر الشارع، وبتكون فالنتينا هي اللي بتتحكم فيه وبينطلقوا بيه بسرعة كبيرة جدا. وبيخرج جرو بالليل عشان يرمي القمامة، ولما بيرجع للبيت بيتفاجئ ببوبي في الجنينة، ووقتها بتوريله صورته وبتقوله انها عارفة الحقيقة، وهي انه كان شرير قبل ما ينضم لمنظمة مكافحة الاشرار. وبتقوله انها ممكن تقول للعالم كله على مكانه، بس مش هتعمل كده لانها محتاجة مساعدته. وبتقوله انها مستنياه بكرة في بيت الشجرة، وبتسيبه وبتمشي. وبيتصدم جرو جدا من اللي بيحصل. وبنروح بعدها للمنيوز اللي بينبهر باصدقائه المنيوز الخارقين، وكعادتهم بيستخدموا المنيوز قوتهم بطريقة عشوائية، وبيتسببوا في مشاكل اكتر من انهم يساعدوا بعض. ووقتها بيجي رئيس المنظمة وبيقول لهم ان جه الوقت عشان يظهروا للعالم، فبيفرح المنيوز جدا وبينطلقوا. وبنروح بعدها لجرو ولوسي وهما بيتعرفوا على زوجة جارهم، وبيظهر عليها انها مبسوطة بيهم جدا، وبتطلب من جرو ولوسي انه يجي معاهم بكرة للنادي، وبتقوله انه جوزها هيحتاج شخص رابع في مباراة التنس، وبيتفقوا انهم يتقابلوا بكرة وبيروحوا للنادي مع بعض.